أنا أم، قلبي موجوع على ابني اللي اتغير 180 درجة. ومش عايزة أقول إنه بقى ابن عاق، لأن الكلمة بتبقى تقيلة على أي أم، بس للأسف هي دي الحقيقة. اسمعوني وقولولي أعمل إيه، لأني احترت واحتار دليلي. ابني عنده 18 سنة، وكان ابن بار بيا وبأبوه، وكان بيصلي وبيسمع الكلام، وكان ملتزم في دراسته، وكانت الدنيا كلها بتحسدني عليه. وفجأة حياتي اتقلبت وكل حاجة اتغيرت، وبقت حياتي جحيم. ابني أهمل دراسته وأهمل صلاته، وبقى يشرب سجاير وبيخرج كتير وما يقولش رايح فين ولا جاي منين، ولا بقى يسمع كلامنا. والمصيبة الأكبر إنه بقى يشتمني ويتحزبن فيا كل ما بحاول أتكلم معاه، أو أعرف هو كان فين أو بيعمل إيه، أو أنصحه إنه ما يمشيش مع العيال اللي هو ماشي معاهم. وجه في دماغي وخفت ليكون بيتعاطى مخدرات. طبعا هو مش هيوافق إنه يروح يعمل تحليل مخدرات. أخدته عملت له تحليل بول على أساس إن جنبه وجعه، واكتشفت إن الحمد لله ما بياخدش حاجة. بس طبعا هو ما يعرفش إن أنا عملت التحليل ده عشان أشوف هو بيشرب حاجة ولا لأ. في ناس نصحوني إني أوديه لدكتور أمراض نفسية، بس للأسف مرضيش يروح. رحت أنا وقطعت الكشف على أساس إنه ليا، وحكيت للدكتور كل حاجة ووريته التحاليل. قال لي ابنك ما عندوش حاجة، ابنك كده بيستعبط عليكم، بس أنا هكتبلك مهدئات تقدري تديها له في وقت العصبية، مش هتضره في حاجة. وأخد المهدئات شوية وبقى يمشي عليها شوية، وبطل العصبية اللي هو كان فيها، ورجع تاني لأنه وقف المهدئات. لدرجة إن هو اتخانق مع باباه ومسك في باباه مرتين، وما بقيناش قادرين نتعامل معاه. ولما حاولت إني أدخل حد من خلانه أو عمامه رفض، ما بيحبهمش، لأن هم جايبين عربيات لولادهم. بيقولي هم جايبين عربيات لولادهم وانتي لأ، انتي وأبويا مش جايبين لي، احنا ناس على قدنا وما نقدرش نجيب. أعمل إيه معاه؟ أنا تعبت وما بقيتش قادرة عليه، وشايفة ابني بيتدمر قدامي. قولولي بالله عليكم، قولولي أنا تعبت، أعمل إيه مع ابني؟ بصي يا حبيبة قلبي، نصيحتي ليكي، ابنك في سن صعب، سن المراهقة. سن المراهقة مش بينفع نتعامل معاه دايما بصيغة الأمر. ما بيحبش ياخد أوامر، لأنه شيء طبيعي هيرفضها، لأنه هو في السن ده بيبقى شايف نفسه إنه هو كبير وما ينفعش ياخد أوامر، وإنه هو شخصية كاملة متكاملة وراجل يقدر يتحكم في تصرفاته ويقدر ياخد قراراته زي ما هو شايف إن هي صح من وجهة نظره هو. ابنك محتاج النصيحة والصحوبية. يعني مثلا ما تأمريهوش إنه يصلي، انتي خليه قاعد وفي وقت الصلاة قوليله ايه رأيك يا حبيبي، يلا بينا عشان نصلي، بس ما تقوليش أكتر من كده، وسيبيه. قام يصلي، قام ما قامش، ما ينفعش برضه تأمريه. افضلي وراه بالنصيحة مرة واتنين وتلاتة، وإن شاء الله هيتصلح حاله. المشكلة الأكبر في حياة ابنك هي الصحبة السيئة. لازم ضروري جدا تشوفي حد في العيلة يكون هو بيحبه ويتكلم معاه ويحاول ينصحه بعيد عنك انتي وباباه، لأنه هيرفض النصيحة منكم، لأنه هو شايف ومقتنع ان انتوا بتأمروه وبتفرضوا عليه سلطة الأب والأم. والأهم من ده كله يا حبيبة قلبي، دعواتك انتي كأم، دعواتك انتي كأم مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. ادعيله ربنا يهديه ويصلح حاله. ودي كانت حكايتنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، واللي أول مرة يشوفنا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. واستنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة في حكاوينا مع تومة.